فتمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق فوز صعب على فريق ليل لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي. النتيجة انتهت ب4 أهداف ل3 كما قلت لصالح الباريسيين. باريس سان جيرمان كان السباق للتسجيل في مناسبتين، حيث افتتح التسجيل المتألق كيليان مبابي في الدقيقة 11، ويضيف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 17، وسجل الهدف الأول وقلص النتيجة فريق ليل عبر اللاعب بافودي دياكيتي في الدقيقة 24، ولم يترك المهمة سهلا أمام الباريسيين، بل أضاف الهدف الثاني وعدل النتيجة في الدقيقة 58 عبر اللاعب جوناثان ديفيد من ركلة جزاء. وبينما كان الباريسيون يسعون لتسجيل الهدف الثالث وإعادة الكفة لصالحهم مرة أخرى، فاجأهم جوناثان بامبا مرة أخرى ويسجل الهدف الثالث لصالح ليل في الدقيقة 69، وعدل النتيجة مبابي كيليان في الدقيقة 87 لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل 3. وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بالنتيجة المذكورة، نتيجة متعادلة، غير أن ليونيل ميسي أبى أن تكون كذلك وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90. هدف ليونيل ميسي جعل باريس سان جيرمان يضيف 3 نقاط إلى رصيده ويتمسك بالصدارة، ويصبح في رصيده 57 نقطة، مبتعدا على المطارد المباشر فريق مارسيليا ب8 نقاط، والذي في حوزته 49 نقطة مع مباراة ناقصة. في المرتبة الثالثة يبتعد باريس سان جيرمان على موناكو ب10 نقاط. المباراة القادمة لباريس سان جيرمان ستجمعه بفريق مارسيليا، مباراة قوية جدا بين المتصدر والوصيف، مباراة الجولة 25 في ملعب فيلودروم. وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح باريس سان جيرمان بهدف دون رد. كان هذا ملخص مباراة فريق باريس سان جيرمان وفريق ليل التي انتهت نتيجتها لصالح الباريسيين. لا تنسوا متابعة القناة بالإعجاب والاشتراك ليصلكم دائما الجديد. شكرا على المتابعة.